أما بالنسبة لجهود الشيخ في نشر التوحيد ونشر السنة ونشر المنهج السلفي، فجهود الشيخ ربيع جهود جبارة، منها في شرح كتب العقيدة وتقريب كتب العقيدة للناس، ومنها دفاعه عن الصحاح، صحيح مسلم، صحيح البخاري وكتب أخرى، وأيضا دفاعه عن مصطلحات العلماء كدفاع عن مذهب الإمام أحمد، وأيضا المصطلحات التي طرقها شيخ الإسلام تيمية عن الترمذي دافع عنها في رسالته ومناقشته لأبي غدة. أيضا الشيخ يدافع عن المنهج السلفي في رده على سلمان العودة، أيضا يدافع عن مسألة الجرح والتعديل وعن أهل الحديث، وهذا لعلنا إن شاء الله تعالى نجعل له مقال خاص أو محاضرة خاصة. أيضا الشيخ له ردود على الرافضة، الصوفية، الإخوان، القطبية، تنظيمات الجهادية الإرهابية. الشيخ ربيع له كتاب، الشيخ له مقالات منثورة مفرقة. أحد الإخوة المعاصرين من طلاب العلم جمع كتاب الشيخ أو جمع مقالات الشيخ في كتاب بعنوان نماذج من جهود الشيخ ربيع في التحذير من فتنة الخوارج، مجلد للأخ أبي محمد عبد الله الزناتي، وعبارة عن بحوث مستلة من كتب الشيخ ربيع. أيضا الشيخ له جهود في الردود على العلمانيين وغيرهم.